أعزائي متابعي قناة تعلم نفسك مع أحمد رفاعي، أهلا ومرحبا بكم في مصر وفي كل مكان. هنكمل النهاردة مع بعض اتصالات حروف خط النسخ. هناخد النهاردة بداية اتصالات حرف الجيم مع الحروف الأخرى. أول حرف هناخده واتصال الجيم مع الألف. تعالوا نشوف هنعمل ده إزاي يا جماعة. الأول أنا بكتب الجيم زي ما احنا عارفين الحاجب الأول، وبنزل كده وبعدين برد كده بنزول، ثم صعود كده اهو. ادي اتصال الجيم مع الالف. نلاحظ حاجه، نخلي بالنا من حاجه. بصوا يا جماعه، التفاصيل دي مهمه قوي قوي. احنا عندنا التجويد ده المفروض بيبقى نقطه، الحاجب عرضه 4 نقط زي ما احنا عارفين. اوكي، هنا في عندي فاصل نقطه، وهنا فاصل نقطه. ناخد بالنا من التفاصيل دي عشان دي اللي بتدي الشكل الجمالي للحرف. السنة دي بقفلها بحيث بتبقى ملتصقة في الألف يا دوب، يعني تحس إن هو الفرق النقطة بين الجيم والألف هو يا دوب الجزء ده اهو من هنا، هو ده. طيب الألف نفسه ادي طول الألف بتاعه. اوكي، الموضوع سهل جدا جدا جدا. طيب تعالوا لما نشوف اتصال الجيم مع البي. هعمل برضو الحاجب الأول، بعدين نرد، وبعدين بعمل طبق بتاع البي. خلي بالنا ان هنا الكلام ده كده على خط واحد، ناخد بالنا من الحاجات دي. اوكي، طيب زي ما اتفقنا دي برضو نقطة، الحاجب بتاع الجيم 4 نقط. عندي هنا دي نقطة، دي نقطة. البي خمس نقط اهي، التجويف بتاعها نقطة. طبعا الجيم والبي متصلين ببعض، يعني لو تلاحظ ما بيفصلهمش نقطة، مفيش نقطة فاصل بين الاتنين، لا الاتنين متصلين ببعض تماما. يعني الألف والب مع الجيم أو في حروف كتير مع الجيم اتصالها ما بيبقاش فيه فاصل نقطة، إلا لو في حالة هاخد تشديدة ودي هنشوفها قدام بيبقى فيه فاصل 3 أو 4 نقط. طيب نشوف اتصال بقى الجيم مع الجيم. هعمل الحاجب الأولاني كده أهو،
وبعدين انزل امتداد نقطة، وبعدين هاجب التاني، وبعدين انزل. طب تعالوا نشوف التركيبة دي عاملة ازاي. هنا في نقطة لبره، طبعا هنا التجويد ده نقطة، بس الجزء ده في نقطة لبره، اوكي، اللي تحت فيها نقطة زيادة فوق هنا 4 نقط، وهنا برضو 4، بس النقطة مترحلة من هنا لقدام وفارقة معايا هنا. طب هنشوفها كمان مرة بالواسعة كده. هنا ادي الحاجب الاولاني، وبعدين الحاجب التاني، وبعدين النزول، الدوران. تعالوا نشوفها تفصيليا. هنا عندي ده 4 نقط، تجويد ده نقطة، هنا برضو نقطة. طيب الجزء ده وهو نازل هنا فيه طالع لبره نقطة، والنقطة دي اللي طالعة لبره هي داخلة هنا اهو. المسافة بين الاتنين في التجويد ده كده نقطة. الطول ده هو طول حرف الألف زي ما احنا عارفين لل5 نقط. الجزء اللي طالع بره ده بيبقى نقطة نص. ادي اتصال الجيم مع الحاء، او يعني الاتنين مع بعض وعاملين ازاي، سهلة جدا 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 وبسيطة يعني. طب نشوف اللي بعده، اتصال الجيم مع الدال. ادي الشكل الاول، اللي هي ملتصقة بيها. دي ده كده 2، ده هنا 2، وهنا في ده مرفوع نقطة، اوكي، دي نقطة، هجيب 4 نقط. ده الشكل الأولاني. الشكل التاني هو بس بيبقى ليه كشيدة. الحالة دي فرق الكشيدة. دي بتبقى 4 نقط، التجويف ده نقطة، هنا دي نقطة، ونفس مقاسات الدال برضو، نقطة من تحت ودي نقطتين ودي نقطتين. والحاجب بتاع الجيم زي ما هو 4 نقط، هنا نقطة هنا نقطة. ده الشكل التاني ليها. نتمرن على الحاجات دي كويس ونشد حيلنا فيها، وهي بسيطة وسهلة. واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية وتكملة
اتصالات حرف الجيم مع الحروف الأخرى. أشوفكم على كل خير.